رمضان جاي برد السنة دي، لازم وأساسي كل يوم على سفرة رمضان يبقى فيه طبق شوربة لذيذ كده يدفي القلب. هنعمل شوربتين أحلى من بعض. أول واحدة شوربة لسان العصفور بكرات اللحمة. في مكعب من الزبدة هشوح اللحمة لحد ما تاخد لون حلو واشيلها على جنب، وفي نفس الحلة هقلب البصلة المفرومة لحد ما تدبل وانزل عليها بلسان العصفور وافضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي حلو. بعد كده بقى هضيف له معلقتين من الصلصة وهنزل عليه بالمية او بمرقة الفراخ المتوفرة عندنا، بس انا حطيت مية ومكعبين من المرق اللي عملته قبل كده معاكم. وارجع بقى بكرات اللحمة واظبط الملح والفلفل واسيبها على نار هادية تستوي ولسان العصفور يستوي كويس. بعد كده بقى هطفي النار وهحط شوية كزبرة خضرة مفرومة بتديها طعم حلو قوي. تاني شوربة هي شوربة الخضار بالكريمة، وعايزة اقول لكم ان شوربة الخضار بالكريمة ما بتبقاش بشاميل يا جماعة، بتبقى خفيفة كده. اول حاجة مكعب من زبدة الاعشاب وهنزل عليه بالبصلة المفرومة مع فصين من المستكة، واحط صدر من الفراخ علشان يعمل لي مرقة حلوة. اديت رشة من الفلفل الاسود واستكفيت بالبهارات اللي موجودة في الزبدة. بعد ما استوى شلته على جنب ونزلت بقى بالخضار المشكل بتاعي وضفت له ذرة، وهسيبه على النار حوالي 20 دقيقة الخضار يستوي كويس، واكون فصفصت الصدر بتاع الفرخة بالشكل ده وهحطه وانزل عليه بكوباية من الكريمة. وبس كده بقت شوربتنا جاهزة.